لا تبلش بمشروعك الخاص قبل ما تشوف هذا الفيديو. بدك تخوض مغامرة الاستقلالية وتبلش بشغلك الخاص. لا تبلش الشغل قبل ما تجاوب على هالأسئلة اللي رح أطرحهم عليك، ويكون جوابك على معظم الأسئلة بإيه نعم وأنا واثق من هذا الشيء. أول نقطة والأهم، تنظيم الذات. تقدر تنظم يومك وتستغل وقتك بشكل فعال ما يتناسب مع الخطوة اللي أنت قادم عليها. النقطة الثانية هي الانضباط الذاتي. فيك تحفز حالك وتشتغل بجدية بدون ما حدا يحفزك. النقطة الثالثة والأهم، أنك تكون جاهز للمخاطرة، مستعد تترك راتب الأمان الثابت وتتوجه للمجهول، لأنه بالزلفستنجشكايت بالعمل المستقل أنت المسؤول عن هذول الرواتب وأنت مسؤول عن هذا الشيء. النقطة الرابعة، الثبات العاطفي. هل أنت من الأشخاص اللي قادرين يفصلوا العقل عن القلب ويتصرفوا بس بعقلهم وما يلحقوا قلبهم وعاطفتهم؟ خامسا، الإصرار. تقدر تضل مركز على هدفك وتستمر مهما كانت الظروف صعبة. وأخيرا، الاستعداد الدائم للتعلم. جاهز تتعلم وتطور من نفسك بشكل مستمر لمواكبة العصر ولمواكبة متطلبات العمل الخاص. إذا جاوبت على غالبية هدول الست أسئلة بنعم، فما في شي بيمنعك من أنك تفكر بهالخطوة بجدية وتبلش مشروعك الخاص. ونصيحتي لك دائما، استشار، خطط، خلي يكون في عندك خطة عمل، ابني هذا الشي لو على الورق، راجعه مرة ومرتين وثلاثة مع حدا مختص، مع حدا عنده خبرة، وباشر لا تستنى. هذا كان فيديو لليوم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو، خلي زائد بيناتنا تختفي. وتحياتي.